كلنا طماعين شوية، الإنسان طبعه طماع، خصوصًا في عالم الترفيه لمّا نشوف شيء حلو والّا نجرب شيء حلو دايمًا نبي منه زيادة أو نبي منه جزء ثاني. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد أكبر وفاضل. فالحلقة راح أتكلم عن ألعاب لها جزئين، تحديدًا جزئين، مو أكثر مو أقل. فخلونا نشوف شنو رأيي بالجزء الأول وليش عجبني الجزء الثاني حيل. القائمة هذه جدًا جميلة وروعة. خوش حلقة، الألعاب اللي فيها نار. خلونا نبلش. أول لعبة يعني الناس ممكن تشوفها خفيفة، بس يعني مو خفيفة لهالدرجة. ماريو بلس رابيدز، هذه لعبة تكتيكية من نتندو مع يوبيسوفت، لأن ماريو تبع نتندو ورابيدز تبع يوبيسوفت، فسووا اللعبة. هي لعبة تكتيكية اللي هو تتحرك مربعات وتطيق حركة معينة وتروح توقف مكان، بعدين يصير دور الأعداء وبعدين يصير دورك أنت. الجزء الأول كان جزء حلو لا بأس فيه، في حركات حلوة، لازم تفكر، لعبة مو سهلة جدا يعني ماكو خصوصا مع الرؤساء ماكو دش سوي أي شيء يلا تفوز. أول كم مرحلة ممكن عشان يدربونك، بس بعدين مع الرؤساء ما كنا دش يلا سوي أي شيء، أنت مقويهم وماخذ لك خوش تيم، لأنه هو في أكثر من 3 شخصيات بس أنت بالمرحلة تختار 3. أنا مقوي ال3 مسوي لي خوش تيم خلاص أدش. لا في رؤساء في أماكن تحتاج تصير معينة، وفي رؤساء تحتاج التكتيك لها، لأن عادي بعد سادس جولة 7 جولة، الجولة هي دورك ودورهم مع بعض يصير جولة، فسادس جولة 7 جولة خلاص أنت مسوي شيء غلط قبل 3 4 جولات راح تموت، لازم تعيد المرحلة من أول. ففيها السوالف. فكانت لعبة جيدة جدا، العالم جيد، الحركات حلوة، والقصة يعني تمشي. فكانت لعبة جيدة وخلصتها وما فيها شيء. نزلوا الجزء الثاني ماريو بلس رابيدز سباركس اوف هوب. الجزء الثاني كل شيء صار فيه قفزة كبيرة، العالم صار وايد حلو، المراحل تلعبها تصميمها وايد حلو، ضافوا شخصيات جديدة عجيبة منهم باوزر، تلعب في باوزر، ضافوا حركات جديدة، طريقة هذا السبارك اللي معاك تسوي لما تحط حق كل شخصية سبارك لا شيء معين، كل واحد له ميزة في شخصيته وأسلحة معينة وتطورهم وتطور الشخصيات وتلعب. اللعبة حلوة جدا وأصعب شوي من الجزء الأول، اللعبة فيها صعوبة زيادة، فالحلو يعني زي ما يحب ألعاب سهلة وايد حلو. الجزء الثاني كل شيء ليفل أب عن الجزء الأول فارق، يعني مو ليفل أب شوية لا فارق. فالجزء الثاني وايد عجبني أكثر من الجزء الأول، مع أن الجزء الأول حلو. الحين يني حق الروعة، حق الجمال، حق المزاج. لعبة يعني ما كنت متوقع ولا تخطر على البال ولا أدري عنها، فجأة كذي كل شيء فيها عاجبني. أوري أند شيء، الجزء الأول أوري أند بلايند فورست، لعبة مترويدفينيا أدفنشر جميلة جدا. عالم مترويدفينيا اللي هي 2D، طبعا المترويدفينيا يكون 2D بس انه لازم الخريطة كلها مع بعض مشبوكة، فتروح وترد نفس المكان كذا مرة، تروح مني ومني وتستكشف وترج وتروح طريق تاخذ حركة معينة عشان تفتح الطريق. انا احب طريقة الالعاب، لكن ما توقعت انه راح يكون في لعبة بالنسبة لي مترويدفينيا بيرفكت كذي، احلى مترويدفينيا تلعبها في حياتك. العالم حلو، الرسم جدا جميل، انا يعني التوجه الفني مالهم عاجبني، الالوان يعني الرسم نفسه حلو والالوان حلوة، الموسيقى روعة، من أنا شخص ما أهتم بالموسيقى بس الموسيقى توديك عالم ثاني، الألغاز حلوة، الشغلات اللي تباريها كابوسس بالجزء الأول غالبا راح تكون يعني شغلات طبيعية مثل ماي، لازم تنحاش من الماي، هواء، تورنيدو، عاصفة، جدا حلوة. إلى أن نزل الجزء الثاني
Ori and the Will of the Wisps. اللعبة يعني إذا هذيك بيرفكت، هذه بيرفكت البيرفكت. الشخصيات طبعا من الجزء الأول والثاني يعني هم شخصيات مو ناس، مو بشر، هم شخصيات يعبرون عن شيء. ويعني اوكي تشوف عيون وحاجات بس ما في ملامح قويه، بس يعني يعيشونك مشاعر، والله يوصلوك المشاعر حيل. يعني لما ترتبط فيهم حيل، تشوفهم شلون زعلانين، تشوفهم شلون لما يستانسون، لما تلقى رفيجك اللي ضاع منك شي يسوون، حيل ترتبط فيهم، حيل تعشقهم الشخصيات، مع انهم مو اوادم بس حيل تحبهم. الجزء الثاني ضافوا شخصيات جدد، العالم صار وايد احلى، يعني العالم وايد احلى، كبروه، يعني الخريطة كبرت، العالم صار وايد أحلى، صار في شخصيات زيادة، تروح مكان الشخصية هذا يقول لك سوي كذي عشان أنا أساعدك، أخلي قريتي يساعدونك، أهالي قريتي اللي عندي يساعدونك. الحركات، التطور، شجرة التطور هذه شلون فيها تقعد تجمع شغلات وتطور نفسك. بالجزء الثاني أكبر وأكثر، الحركات وايد أكبر وأكثر، ضافوا رؤساء وايد تباريهم، يعني وايد رؤساء أكثر تباري بالجزء الثاني، رئيس تباريه وتطقه وتروح من وراه. وطبعا هم لازم فيها الغاز، الألغاز وايد أحلى، وايد طوروها، كل شيء طوروه بالجزء الثاني. أقول كمان الجزء الأول عاجبني حيل بيرفكت، الجزء الثاني كل شيء طوروه فيه، يعني الجزء الثاني الجزء الأول أعطيه 10 من 10، الجزء الثاني 12 من 10، كل شيء صار فيه بيرفكت. اللي ما لعب هالجزئين وايد طايفة من مترويدفينيا، أحلى مترويدفينيا تلعبه. الحين ندش على الثقيل، 3 ألعاب ثقيلة، خصوصا على اللعبة اللي معنا بلس 18، فيها عنف ودم وتقصص وتقطع. اللعبة هذه بلس 18، تخيل مسوي لك لعبة في عالم لورد اوف ذا رينجز. الله، اللعبة هذه حسها مظلومة، مو مظلومة ان تقييماتها عالية، ولا مظلومة انها ما ضربت، بالعكس تقييماتها عالية وضربت، تقييماتها عالية وضربت وباعت. وين مظلومة؟ مظلومة الحين الناس ما تحكي عنها وايد، يعني ضربت وتقييماتها عالية في وقتها، في السنوات اللي نزلت فيها، بعدين الناس نسوها، يعني ما يتحكون عنها كثر الالعاب الباجي. شادو اوف موردر، الله، لما نزلت شادو اوف موردر، انا احب عالم لورد اوف ذا رينجز، لا لازم العبها، والفايت والطق نفس باتمان، طريقة باتمان، الله يعني حلو. الكاميرا هذه اللي من فوق وتسوي مهمات والطق هذا السريع وتسوي كاونتر وتدش بين الناس تعفسهم، حلو. ففي عالم لورد اوف ذا رينجز وسيوف وحركات مع موردوك ما موردوك واوروك وهذولا، جوي صراحة، شيء قوي. لعبة جميلة جدا جدا جدا، الفايت فيها جبار، القصة حلوة، القصة وايد حلوة، الفايت جبار، مسوينها بطريقة يعني ممتازة، العالم مفتوح وتنقز من فوق وقلت لك وتهاوش وفي ستيلث، يعني مو لا تدش في الدرعم، لا في ستيلث. وضافوا شيء خرافي للحين انا ما شفت الا باللعبة صراحة، النمسيس سيستم. انت قاعد تباري وحوش، الوحوش هذولا شنو مسوين؟ شوف والله عبقري اللي مسوي اللعبة. يعني كل قبيلة لهم مثلا ملك ماله، الملك ماله له 5 6 7 قادة، هذولا شو اسمه، هذول القادة مالوت الكتايب، فعنده كتايب، فكل كتيبة لها قائد، فهذول ال7 كل واحد عنده كم كتيبة، واحد عنده كتيبتين 3، وكل كتيبة لها قائد. فهذا الشيء قوي صراحة. فأنت مثلا افرض رحت ذبحت قائد كتيبة، فراح يشوف أقوى جندي عنده يحط قائد كتيبة مكانه. ذبحت القادة الرئيسيين هذولا، واحد من ال7 القادة الرئيسيين، راح يشوف أقوى قائد كتيبة عنده يحطه مكانه، وينزل ويصعد جندي مكان قائد الكتيبة كذي. شيء قوي الصراحة. وإذا القائد مال الكتيبة مثلا ذبحك يترقى، تخيل تلعب عادي تكمل مرة ثانية وهو مترقي، ولما تروح تشوفه مرة ثانية يقول لك ها ما مليت المرة الأولى ذبحتك جاي الحين مرة ثانية، يعني يدري، فتهزيء. فهذا السيستم وايد قوي اللي حاطينه، والأحلى إنك تقدر تخليهم يصيرون معاك، إذا أنت ليفلك عالي أعلى منه، بدال لا تذبحه وتقص راسه، تسوي له شغلة تجيب مخه يصير معاك.
وتقول له اهجم على هذا طقه، او لما يشوف احد هو راح يروح يهجم ويطقه. فهو يروح مثلا يذبح قائد ثاني مال كتيبه، انت ما تدري عنه، هو ما له شغل، هو كتيبته عنده جنود، انت خليته يصير معك، خلاص هو جنود راح يصيرون معك. فهو يتمشى بالعالم، شاف قائد كتيبه ثاني، راح يروح يذبحه ويزيد لفه ويظل معاك، فقاعد يساعدونك. فانت تسوي وقفه مثلا، تلقى لك 10 قاده تخليهم معاك يمشون. لا لا، لعبه خياليه، لازم تلعبونها. لعبه اكشن جميله جدا، بس فيها قلت لكم تقصص وتذبح، يعني للكبار فقط. انا وايد عنف ودمويه، فاللعبه وايد عجبتني. لين نزلوا الجزء الثاني شادو اوف وور. شادو اوف وور تعال كمل على نفس الابداع. النيمسيس السيستم موجود، الرسومات صارت احلى، العالم صار اكبر، صار في 5 أو 6 والله ما أذكر، يعني عوالم كبيرة، كل عالم فيها قلعة رئيسية مالت الوحوش هذول الأوروكس والموروكس والما شو اسمهم. فأنت هني راح دش تسفح، راح تسفح فيهم. والأحلى يعني وايد ستيب أب صار، يعني طبعا هم تطور الأسلحة وتطور الشخصية ولفك يزيد، وهم لفهم يزيد إذا ذبحوك، وإذا ذبحت واحد يحطون واحد مكانه نفس الشيء. اللي خلى اللعبة بعد تصعد ليفل أعلى بعد، إنه صار اللعبة فيها قلاع، فأنت تروح تحتل القلعة، ولما تحتل القلعة تخلي قائد عليها، فتصير قلعتك خلاص، قلعتك وفيها جنودك وهذا، وتروح تكمل مهماتك. بعدين فجأة يقولون لك ترى هجموا على قلعتك، روح دافع عنها. او اذا انت حاط واحد لفه عالي وشفت اللي هاجم عليه لفه هذا خله هو يذبحه، لا شفت انه لا ممكن يحتلونها، تروح تساعده، وتروح تحتل قلعه ثانيه وقلعه ثالثه وتكمل. بعدين فتره فتره يهجمون عليك، وتروح انت تحتل قلعه ثانيه وتروح تكمل مهماتك. يعني خلوا اللعب الاكشن بدال 90 بيرفكت 100% صار. فصار تهاوش مع الوحوش وتروح تدور القادة تخليهم يصيرون معاك، تروح تحتل قلاع وتخلي عدد أكثر يصير معاك، وهم يزيدونها من نفسهم ويجيبون لك جنود ثانيين وحوش كبار. لعبة والله عجيبة، يعني حرام للحين ما حد يحكي عنها، يعني حرام الحين ما يتحكون عنها وايد. الحين نيجي حق اللعبة الرابعة اللي معانا، وهي لعبة الحب، هورايزن زيرو دون. اللعبة هذه قلت لكم انا من قبل ما ادري فيديو، هذه اكثر لعبه بدايتها كذي من شغلتها شفت لقطات البدايه بطلت حلجي شنو هذا؟ وصلنا لهالمرحله على سنتها طبعا. كان الجرافكس خيالي، شيء مبهر، ابهار بصري. فالجرافكس ولا غلط، الجيم بلاي عجيب، استكشاف عالم مفتوح، والفايت مع الحيوانات هذه الروبوتات بالاسهم وبالسيف وبالرمح، شيء قوي، يعني كومبينيشن قوي الصراحه. ما كنت اتوقع يعجبني لهالدرجه، بس انا طبعا هورايزن زيرو دون 10 من 10 معطيها. فكل شيء فيها حلو، العالم عاجبني، الشخصيات وايد حلوه وفي لها تطور، والعالم وايد حلو، القتال خيالي، وتطور اسلحه وما ادري ايش تسوي وطبعا في رؤساء وهذول الوحوش اللي دبارين الفرعين وايد صعب قوايا، ما خلصت كلها 100% كل ما صعبين، يعني يبي لك وايد تروح تزود لفك وتجيب شغلات وتجيب اسلحه وتطور، يعني فتره طويله. فاذا واحد يحب هالنوع من الالعاب عادي راح يلعب فيها 70 80 ساعه ماكو مشكله، 100 ساعه، الى ان فجروا في هورايزن ذا فوربيدن ويست. طبعا هذا ستيل بوك، شيء خيالي. هورايزن ذا فوربيدن ويست، الجرافكس هني صار بعد لا نقاش، مو بس الجرافكس والموشن، يعني حركه الحلج مع الكلام ابداعيه، صار كل شيء ولا غلطه. العالم اكبر ومتنوع، يعني مكان تروح غابة وطبيعة، ومكان تروح بحر ويمك بحر وعلى الماء يوليال وكذي، مكان تروح صحراء حر وماكو شيء، مكان تروح برد وثلج بعالم يعني أهل كب يعني
هذا كبر العالم، كان منطقة باردة حيل، مكان حارة وصحراوية ومكان، فتنوع البيئات عجيب. واللعب طوروه وصار سلس وحركات ويعني تتزحلق وتطق وتنقز وكله بسلاسة مو طبيعية، يعني أتقنوه بشكل يخرع. شخصيات إبداعية كملوا عليها، يعني كان في كمية شخصيات، الجزء الثاني كمية شخصيات أكثر، والقصة كملوها وفيها صدمات وفيها كسرات وايد حلوة. بس كجيم بلاي وايد رفعوه، حطوا كمية أسلحة وتنوع شكل أكثر من الأول وايد وايد، وصار في تطور الشخصية عشان طريقة قتالها بالطريقة اللي أنت تبيها كهانتر، ستيلث، كفايتر. فأنت بجزء أول ما كان فيه، فطور الشغلة هذه فيها، طور التخصص مالت، طورها كستيلث أكثر ما طورها كادفنشر، راح يصير الستيلث عندك وايد أسهل. طورها كفايتر أكثر، يصير عندك الطق وايد أقوى من الستيلث كذي. تبي تروح تجمع وتلعب، طبعا هم تلعب بالساعات وتجمع اغراض وتطور كل شيء مع بعض، تصير هي قويه في كل شيء وخذ راحتك. والوحوش طبعا بدعوا فيهم بافكار اكثر واقوى، وصار في وحوش اصعب، والعوالم احلى والرسوم روعه وجلايد وتزحلق وتحت الماي تتسبح بيرفكت. اقول لكم انا هذه معطيها 10، هذه 11 من 10. ايش رايكم؟ عشان لا تقولون اوفر، يعطيها 11 كافي. فهورايزن اللعبة أخذت حقها وكسرت الدنيا والناس تحكي عنها وكل شيء يعني، عجيبة صراحة. هلا أتكلم عن فاينل فانتسي. طبعا بما أنه ما نزلوا إلا جزئين حق اللعبة، فأقدر أحطه، لأن في جزء ثالث راح ينزل بس ما نزل. احنا الحين جزئين بس، فأقدر أحطه. فاينل فانتسي 7 ريميك، الله، الغنية عن التعريف. طبعا تدرون أنا أعشق حق فاينل فانتسي، يعني خل أطلع إيدي برا الكادر هني. فاينل فانتسي 7 ريميك، صدمت، يا معقولة أنا بلعب أحلى لعبة عندي، تفاصيل جديدة بيرسمونها، كل شيء جديدة، بشوف تفاصيل العالم، بقدر أشوف على راحتي، الشخصيات بيكونون كبار ومرسومين بدقة وتفاصيلهم، وأشوف تعابير وجههم. كنت مو مصدق، اللعبة حلوة جدا. فيعني اللعبة وايد عجبتني، الكومبات عاجبني حيل، الرسوم طبعا قوية، العالم مو مفتوح على راحتك، واللعبة قصيرة. ها شغلتين ما كانوا عاجبيني وايد. ومؤدي صوت بارت، الشخصية القوية بالنسبة لي، بالياباني، الإنجليزي مضبوط، الياباني حسن مغير الشخصية، ما كان عاجبني. فبس اللعبة ككل طبعا غنية عن تعريف، حلوة جدا، وأنا عاشق فاينل فانتسي وعاشق فاينل فانتسي 7، أكيد راح يعني أرفع شوي. طبعا كانوا قايلين ان الجزء الثاني راح يكون عالم مفتوح واستكشاف وتاخذ راحتك، ونزلوا لنا فاينل فانتسي 7 ريبيرث. ما راح اقول الا شيء واحد، افضل لعبة لعبتها بالتاريخ، نقطة انتهى. يعني والله انا من سوني 1، من عقب سوني 1، يعني سوني 2 سوني 3 سوني 4 سوني 5 الحين، ما عندي لعبة اكثر من 40 ساعة، ماكسيموم 50. من سوني 1 ما عندي فوق 50. فاينل فانتسي 7 ريبيرث شيء 80 ساعة، أقوى لعبة في التاريخ ككل، يعني أفضل لعبة كاملة، قصة حلوة، الأحداث، الشخصيات، الاستكشاف، شو تسوي، شلون تقوي علاقتك مع ربعك. يعني فايف ما كان موجود، كان بس تكلمهم من هني تكلمهم تجاوب أجوبة معينة، علاقتك تقوى معاه، فتصير في حوارات وأحداث معاه. الكومبات تباري شلون نطلع الاستدعاءات، انا شيء رئيسي عندي في الاستدعاء، فكل شيء بيرفكت، اقوى لعبه في التاريخ، خلاص ماكو داعي. اللي ما لعبها للحين روح العبها، نزلت على البي سي بعد، روح العبها ولحق نفسك. الله يعطيكم العافيه، هذا فيديونا حق اليوم. هذه العاب لها جزئين مثل ما لاحظتوا، كل الالعاب الخمسه احب الجزء الاول جدا، فوق هذا الجزء الثاني صدمني احلى واحلى وبيرفكت، او احلى من البيرفكت بعد، يعني احلى من اللي حاطه ببالي.
فاكتبوا لي ايش رايكم في الالعاب، وشنو العاب بالنسبه لكم جزئين. الجزء الاول كان عاجبكم حيل، والجزء الثاني عجبكم اكثر. الله يعطيكم العافيه، مع السلامه.